مساء الخير وشرف ليا دايما متابعتكم، وحابب ان انا ابارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس اداره ولاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. دايما النادي الاهلي معودنا على الفرحه ومعودنا على الروح ومعودنا دايما ان مفيش مستحيل، وده اللي اتعودنا عليه مع النادي الاهلي. حتى من اتشرف ان انا بلعب في النادي الاهلي الواحد متعود دايما في الاجواء الصعبه بتلاقي اللعيبه، في الاجواء الصعبه بتلاقي الجمهور واقف بيساند اعلاميا وجماهيريا. لعيبه النادي الاهلي النهارده كلهم بصراحه رجاله واحترموا الخصم. طبعا مبروك الفوز، فوز معنوي، فوز محترم، نتيجه بتدي ثقه للعيبه، بتدي ثقه للجماهير، بتدي ثقه لمجلس الاداره رغم التشكيك في الفتره الاخيره. الاجمل بقى ان الناس النهارده تفرح بعد فتره كبيره جدا، ودايما النادي الاهلي معودنا على الفرحه ومعودنا على الانتصار ومعودنا على المواقف اللي فعلا بتلاقي لعيبه النادي الاهلي فيها جوه الملعب. عشان كده النادي الاهلي مختلف، عشان كده دايما النادي الاهلي بيشرف الكره المصريه بالتتويج بالبطولات وبالبطولات القاريه وحتى في كاس العالم للانديه. مبروك للجمهور، مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، اخلصتم للمكان. والنهارده عاجبني بصراحه اداء حسين الشحات والهدف بتاعه، اهداف بصراحه اهداف ممتعه استمتعنا بيها، اداء وروح جوه الملعب، وهو ده المطالب. المباريات اللي زي دي اللي انت بتحتاجها بتلاقي اللعيبه بتبقى موجوده، بتبقى قد الموقف، بتبقى قد المسؤوليه. عشان كده ربنا كلل جهود لعيبه النادي الاهلي النهارده والجهاز الفني والجماهير، نتيجه ان انت اجتهدت واخلصت للمكان وبتحترم الخصم بتاعك. عشان كده النتيجه طلعت بنتيجه 3-0 ونتيجه محترمه بتدي ثقه للعيبه، بتدي ثقه للجهاز. اعتقد ان الاجواء الضغوطات اللي كانت موجوده والتقليل، ان ازاي النادي الاهلي يشارك في بطوله كاس العالم للانديه وهو وصيف. ما هو وصيف لان هو كمان بخلاف ان هو وصيف، هو محقق البطولات الافريقيه واكثر تتويجا في بطوله افريقيا، يعني في البطولات الافريقيه. يستحق النادي الاهلي المشاركه لان دايما هو الوحيد اللي بيفرح الكره المصريه، وفعلا فرحونا النهارده وفرح جماهير النادي الاهلي والناس اللي بتحب الكره المصريه وبتحترم بلدنا هيفرحوا. ليه؟ بقالنا فتره بعيد عن التتويج على البطولات وبعيد عن الفرحه، بعيد عن الاجواء اللي هي الكوره اللي بيتقال عليها كره قدم حقيقيه. النهارده اتفرجنا على كوره ممتعه، العالم كله النهارده كان بيتفرج عليك. طبعا كل الشكر والتقدير للجماهير المغرب المحترمه على تشجيعها للنادي الاهلي. ده نتيجه ان احنا لما كاس العالم كان متواجد، المغرب كان بيلعب، كان كل جماهير مصر كلها بتشجع، محبه للشعب المغربي ولاعيبه المنتخب المغربي، لان هم كانوا ادوا اداء عالي جدا واخلصوا المنتخب بلدهم واخلصوا لبلدهم. عشان كده كان الاداء بتاعهم كان مميز، والعالم كله كان بيتكلم على اداء منتخب المغرب. طبعا بعد مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم طبيعي ان الجماهير هتشجعك وهتساندك، لان هم ما شافوش مننا، وده اللي احنا متعودين عليه. الجماهير المصريه وجماهير الكره المصريه بتحب الكوره وبتستمتع مهما كان الخلاف، بنحب الكوره. النهارده النادي الاهلي رجعنا الاجواء تاني، اجواء الانتصار واجواء الفرحه اللي احنا غايبين عنها الفتره اللي فاتت. بصراحه يعني بقالنا كتير ما بنفرحش، بقالنا كتير مش مبسوطين، بقالنا كتير بنتكلم بعيد عن الكوره، بقالنا كتير بنتكلم على الفاظ وشتايم وخناقات ومحاكم. النادي الاهلي هو الوحيد اللي خرجنا النهارده عن الاجواء دي، وفعلا نستحق. جماهير مصر وجماهير النادي الاهلي تستحق الفرحه وتستحق ان احنا نفرح طول عمرنا، سواء منتخب مصر او النادي الاهلي. هو اللي بيفرح الكره المصريه وهو اللي بيفرحنا وهو اللي مدينا دايما السعاده في الكوره، وبيخلينا نستمتع ونتفرج على المباريات وتشجع بفرقتك بكل قلب وشجع لعيبتك، وهو ده الحماس الموجود. رغم ان النهارده المباراه يمكن الناس كثيره ما اتفرجتش عليه، بس كله كان بيسال المباراه متذاعه فين. هي دي الكوره المتعه، الكوره احترام المنافس، الكوره فرحه للجماهير، فرحه لكل الناس اللي بتشجع النادي الاهلي وحابه ان الكره المصريه ترجع تاني للتتويج وترجع افضل وافضل وافضل. عشان كده النادي الاهلي هو اللي فرحنا، النادي الاهلي
اسعدنا واسعد كل مصر حقيقي بجد. احنا بعيد عن الاجواء دي بقالنا فتره كبيره جدا، مقضينا مشاكل والفاظ خارجه عن الرياضه، سواء على التلفزيون او على القنوات. النهارده النادي الاهلي رجعنا تاني افضل بشكل محترم. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه النادي الاهلي، مبروك لحسين الشحات، مبروك لمحمد شريف، مبروك للعيبه النادي الاهلي كلها. الهدف الثالث متعه. شوف الكوره ما بين كهربا وما بين بيرسي تاو، اللعيبه بتحب بعض، بتحترم بعض، بتحترم النادي. المكسب بيعم على الكل، عمرها ما بتتحسب للاعب. كلنا عشنا البطولات وعشنا واخدنا بطولات اتحسبت للكل، عمرها ما اتحسبت لابراهيم ولا لاحمد، اتحسبت للنادي الاهلي وللاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. مبروك لجماهير النادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي، مبروك للجهاز الفني، مبروك لمجلس الاداره. النهارده النادي الاهلي بيرد على كل الكلام والتشكيك فيه. هو الاهلي مش محتاج رد، لان بطولات النادي الاهلي بتتكلم عن نفسها، والنادي الاهلي تاريخه بيتكلم عن نفسه. دايما قلتها قبل كده، ما حدش يخاف على النادي الاهلي، لان النادي الاهلي وراه قاعده جماهيريه كبيره جدا، عنده لعيبه على اعلى مستوى، جهاز محترم، عنده مجلس اداره اسطوره بكل الاسماء اللي موجوده في مجلس الاداره اساطير من الكره المصريه، بيحبوا النادي، بيحبوا الكيان، جماهير مخلصه لاخر لحظه رغم الظروف اللي النادي الاهلي مر بيها الفتره اللي فاتت، بس لحد اخر لحظه جمهور النادي الاهلي في ظهره وعلى الحلوه والمره معاه. عشان كده النادي الاهلي دايما بيتوج وصاحب اكبر بطولات افريقيه والاكثر تتويجا في البطولات الافريقيه والمحليه، وهو الوحيد اللي بيشرف الكره المصريه. انا مش بقول كده كلام، لا، دي حقائق ومستوى، والنتائج هي اللي بتتكلم. مبروك مره تانية، سعيد بتواصلي معاكم وسعيد بتواجدي معاكم دايما. حقيقي النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي فرحونا واسعدتونا. اتمنى ان شاء الله التوفيق في المباراه اللي جايه، هتبقى اصعب، بس انا متعود ان النادي الاهلي دايما كل مباراه ليها بياخد وتائع. النهارده الفوز خلاص كسبنا، هتلاقي خلاص بكره، النهارده الفرحه وبكره بعد كده هتلاقي النادي الاهلي بيفكر في المباراه اللي بعديها. وان شاء الله النادي الاهلي يشرف الكره المصريه ويحقق مركز متقدم، ومنتظرينهم ان شاء الله باذن الله في المباراه النهائيه. تحياتي ليكم، مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للاعيبه النادي الاهلي، كنتم رجاله. مبروك لحسين الشحات، مبروك لمحمد شريف، مبروك لكهربا وبيرسي تاو. اسعدتونا وفرحتونا بعد فتره كبيره جدا بعدنا عن الاجواء الرياضيه. هي دي الكره المصريه، وهو ده النادي الاهلي اللي مفرحنا دايما. تحياتي ليكم والقاكم قريبا باذن الله. مبروك.